السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جميعا. فيديو جديد هنتعلم فيه النهاردة إن شاء الله غرزة المنزلقة وغرزة النص عمود. غرزة المنزلقة غرزة قصيرة جدا، ما هنعتبرهاش غرزة بتبني شغل قد ما هي غرزة بستخدمها في وصل الغرز ببعضها، أو مثلا أنا لو عندي قطعة مستطيلة وعايزة هقفلها هستخدم غرزة المنزلقة. عندي برضو في القطع الدائرية لما اجي اقفل وارتفع زي مثلا الايس كاب ده. تمام، الايس كاب ده عندي مثلا بدايته فين؟ عندي بدايته اهي، ده بداية السطر. ده يعتبر معايا اللي انا بقول لكم عليه اسمه قطعة دائرية. بشتغل هنا منزلقة وارتفع وابدأ السطر من اول وجديد. تمام، بستخدمها هنا. يبقى هنا بوصل الشغل لما يكون قطعة دائرية او سطر عندي عايزة ارفع وهو الشغل دائري، بوصله ازاي؟ بوصل بغرزة المنزلقة وارتفع بغرزة السلسلة وارجع اشتغل اكمل تاني. بستخدم برضو غرزة المنزلقة في ان انا بنهي الشغل، وبستخدم برضو غرزة المنزلقة لما اكون هتنقل بين الغرز وبعضها، وده بيحصل مثلا في شغل الجراني او الباترون فرض عليا ان انا مش عند بداية السطر هبتدي اشتغل، ولكن هتنقل شوية علشان حكم الباترون او الرسمة اللي هتطلع من الشغل، فبتنقل بغرزة المنزلقة. المنزلقة هنا ده رمزها اسمها ايه؟ اسمها سليب ستيتش، رمزها SL أو ST في الباترونات المكتوبة، وبيكون رمزها غير السلسلة دايرة مفتوحة، لكن دي دايرة مقفولة أو نقطة سودة كبيرة. غرزة النص عمود بيبقى اسمها في الباترون هاف دبل كروشيه اللي هو ده، رمزها بيكون حرف التي. تمام، اختصارها في الباترونات HDC سواء بقى كابيتال أو سمول. تمام. غرزة الحشو برضو قلتلكوا على الدارج ليها، هي علامة الزائد طويلة من تحت، اختصارها SC، ولكن بتيجي في باترونات كتير برضو علامة X، فبتكون هي سنجل كروشيه اللي هي غرزة الحشو. دي القطعة اللي احنا اشتغلناها مع بعض في الفيديو اللي فات عن غرزة الحشو. سبتها زي ما هي وجبتها عشان افكها قدامكم واوريكم ازاي ان كنت بقول نستخدم خيط جيد واحنا بنتعلم الشغل، علشان انا مثلا نفذت دي. طبعا انت لو بتتعلمي بتعملي بقى قطعة يعني بتكبريها، وقلنا بناخد بالنا ان احنا يعني لو انت لقيتي غرز مهوية لا فكي وعيدي لغاية ما توصلي، لانه الغرز كلها تكون زي ما انتوا شايفين كده مظبوطة قد بعضها، يبقى انت كده ايه الدنيا تمام ان شاء الله. طيب قصدت اجيبها كده علشان اهو شوفوا بقى لما فك مفيش عقد، مفيهوش بقى فتلة مهير او هو خيط رديء مثلا مش كويس، فشوفوا لما بفك اهو ولا عقدة بتوقفني ولا اي حاجة اهو، الخيط نفسه ما بصش يعني شوفوا اهو، لا فتل ولا اتمط ولا اتعقد واضطريت اقص علشان اطلع خيط اشتغل بيه. وهشتغل بيه تاني معاكم دلوقتي، هعمل معاكم دلوقتي حلقة البداية وهنشتغل سلسلة الأساس. بعمل الخيط كده يا إما على الترابيزة أهو زي ما قلنا الفيديو اللي فات أهو، وأجيبه كده أو أدخل إيدي هنا وأسحب ده أهو. تمام، ممكن على إيدي مع الشغل خلاص هيبقى سهل بالنسبة لك أهو. ادي احطها على الإبرة، اضيقها على قد الإبرة، وبعدين اشتغل واحد، هشتغل مثلا 10 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اشتغلت 10 سلاسل، هبتدي انفذ فيهم قطعة من غرزة النص عمود. قلنا انا برتفع سلسلة والف الشغل عشان ارفع الشغل، وده من استخدامات غرزة السلسلة، يبقى هرتفع سلسلة. تمام، طيب يبقى دي كده اهي، هنا دي سلسلة الارتفاع ودي اول غرزة اهي، دي سلسلة ارتفاع ودي اول غرزة هشتغل فيها.
طيب في حد بيعمل ارتفاع سلسلتين، عايزة تعمليهم سلسلتين اعملي سلسلتين، ولكن مع الشغل هتلاقي انه ارتفاع السلسلة بيخليلك الحرف مظبوط اكتر، والدنيا فيه بتكون مظبوطة في الشغل اكتر، ما بيبقاش مهوي من عند الجوانب. عايزة ترتفعي سلسلة، عايزة ترتفعي سلسلتين، انا هنا هرتفع سلسلة واحدة زي ما ارتفعت في غرزة الحشو. تمام، هلف الخيط على الابرة كده، اول غرزة نص عمود هلف الخيط على الابرة، وزي ما قلنا ما ينفعش الف كده، ما ينفعش الابرة تبقى ورا الخيط، لا الابرة اهي الخيط وراها، هلف هنا قبل ما ادخل. تمام، هدخل في اول غرزة بعد والف واسحب، هيتبقى عندي كام؟ 3، هسحب واخرج منهم كلهم. دي كده اول غرزة نص عمود. في غرزة الحشو مش بلف قبل ما ادخل الغرزة، مش عايزاكم تتلخبطوا، ولكن تحديد الفروق بين الغرز بيسهل انك تتعلميها. تمام، في الحشو كنت بدخل على طول وبسحب واخرج كده، ويبقى عندي 2 اسحب منهم، لكن في نص عمود بلف وبعدين بدخل في الغرزة اللي عليها الدور، واخد بالي ان انا ما اشتغلتش فيها قبل كده، ويتبقى عندي 3 مش 2 زي غرزة الحشو، والف واخرج منهم. ادي تالت غرزة نص عمود. اللي بعد كده اهو الف وادخل، يتبقى عندي 3 على الابرة، الف واخرج منهم كلهم، الف وادخل الغرزة اللي عليها الدور دي. طيب ينفع ادخل في دي تاني ما اتلخبطش؟ لا، اهي الغرزة اللي عليها الدور اهي. تمام، ادخل اخرج، عندي 3 على الابرة واخرج، غرزة النص عمود، الف وادخل في الغرزة اللي عليها الدور واسحب واخرج من ال3 حلقات اهو، الغرزة اللي عليها الدور اخرج، معايا 3 حلقات، الف واخرج منهم كلهم، الف وادخل، الف واخرج، معايا 3 حلقات اخرج منهم كلهم، اهو لفيت ادخل اخرج، معايا 3 على الابرة. اخر واحدة شوفوا دي عقدة البداية، دي مش غرزة اهو، شوفوا باقي كده عندي غرزة واحدة اهي، ودي عقدة البداية مش غرزة. طيب الف وادخل، الف واخرج تاني، اطلع من الغرزة ويبقى عندي 3، الف واخرج منهم كلهم. حابة اراجع، خايفة ده يروح مني اهو، اطوله شوية بالابرة عادي اهو. مهم جدا في اي شغل صغير او كبير ان انا اراجع بالعد، او لو الشغل كبير قوي راجعيه، هتعدي بقى تلاتات، هتعدي اتنينات، هو باترون هتراجعي الرسمة مظبوطة فوق بعضها او غيره. المهم ان مراجعة الشغل اول باول بتخلينا نتفادى اخطاء ان احنا يكون عندنا غلطات فنضطر نفك تاني بالكامل سواء سطر او اكتر. فانا كده هعد الغرز هنا واقول ادي، اعد منين اهو اي ناحية بقى، ادي 2 4 6 8 10، وزي ما قلنا هما وقت ما بدأنا 10 غرز فهم 10 غرز. طيب السطر اللي بعده اهو، بعمل ايه؟ برتفع سلسلة والف الشغل. انا ما عدتش محتاجة الماركر ده، لا انا محتاجاه في ايه بقى؟ في ان انا اعرف ان دي الغرزة اللي في المنحنى ده، او غرزة البداية اللي هي منحنية شوية او نايمة شوية، ما تلخبطش وانهي هنا، يعني ما اعملش دي اخر واحدة. بتحصل مع ناس كتير يجوا ينهوا في دي، ودي عشانها نايمة كده فبينسوها، يفتكروها الارتفاع السابق ويرفعوا، وتفضل دي ويعجز معاهم في الشغل ويبقى الشغل موروب. وساعات في بيغلط اول باول، يعني في ما بيراجعش
وتلاقي القطعة خلاص بتاخد منحنى تاني خالص او مش بتبقى مستقيمة زي ما المفروض تكون. ارتفعنا كده سلسلة، هنلف الشغل اهو. شوفوا لفيته ناحية ايه، وشه ناحية شلة الخيط، ناحية ايدي اللي ماسكة الخيط. طيب بعمل ايه بقى؟ غرزة نص عمود، يبقى بلف الاول وبعدين بحدد الغرزة اللي انا هشتغل فيها هي انهي، اللي جوه دي لا، ارجع تاني اهو. اخر غرزة فين؟ اخر غرزة اهي، اهي اخر غرزة دي، ده الارتفاع، يبقى لف عيني عليه اهي عشان ما تتوهش مني. هدخل فيها واسحب واخرج، عندي 3 حلقات على الابرة، الف واخرج من الكل. مش هشيل المارك ده قلنا علشان ما اتلخبطش في الاخر. هجيب ماركر تاني واحط في اول غرزة علامة، دبوس بقى، بنسة شعر، اي علامة عندك. الفكرة انك تعلمي هنا زي ما علمت هنا. مش هشيل اللي هنا ليه؟ علشان ما اقولش ان اللي نازلة دي مش في الغرز او انها ارتفاع سابق. الغرزة اللي عليها الدور اهي، ما اشتغلش في دي تاني خلاص، انا بشتغل في حرفين الغرزة، بدخل تحتهم. شوفوا اهو، شوفوا اهو، اهو حرف الفي اهو، حرف الفي فوق الابرة، لفيت ودخلت، هلف تاني واخد الخيط من جوه واسحب، يتبقى معايا 3 على الابرة، هلف واخرج منهم كلهم تاني، هلف وادخل اسحب اطلع من الغرزة، بقى 3 اسحب منهم كلهم، كده عملت نص عمود تاني. كده وصلت لاخر ايه، غرزتين، الغرزة دي والغرزة اللي نازلة لتحت شوية دي، اشتغلها معاكم اهو. ادخل تحت الحرفين 3، شوفوا اهي، اشتغل فيها، اطلع، هي دي نص عمود، ارتفع سلسلة، اوسع الخيط شوية، اجيب الماركر ده في جنب اهو. شوفوا هي دي قطعة نص عمود، سطرين، نعمل 3 سطر، ارتفعنا احنا كده سلسلة، نلف الشغل كده، الشغل بقى في ايدي اهو، تمام. طيب اول غرزة انهي دي، اتأكد ارجع اهو، اخر غرزة اشتغلتها دي، ده الارتفاع، الف الشغل بقى عندي كده اهو، الف وادخل هنا، اخرج من 3، ادي اول غرزة نص عمود، جري احط الماركر فيها حتى لو هشيل الابرة اهو. كده علمت اول غرزة. طيب اللي بعدها اهو، الف واخرج من 3، اللي بعدها اهي مشتغلش في دي تاني خلاص، اللي بعدها اهي الحرفين اهو، الحرفين فوق الابرة اهو، الف واخرج من 3، كمل السطر وارجع لكم في الاخر. وصلت انا كده للغرزة قبل الاخيرة، هنعمل الغرزة الاخيرة مع بعض اللي هي فيها ايه، العلامة. شوفوا اهي فتحة الغرزة اهي، هشيل الماركر، هلف الشغل، شوفوا ادخل واخرج من 3 وارتفع سلسلة، كده غرزة النص عمود. شفتوا
الارتفاع السلسلة بيخلي هنا مستقيم، لو ارتفاع بقى سلسلتين بتبقى الدنيا دي مهوية شوية من هنا، شايفين اهو مستقيم اهو. احفظي بقى شكل الغرزة لو معاكي يعني لو ممكن نعمل دلوقتي غرزة حشو فوق هنا اوريكم الفرق بين الاتنين، لكن هو مش صح ان احنا في عادي في شغل بعدين هنشتغل حشو فوق نص، ولكن انا هشتغل لكم حشو عشان تشوفوا بس الفرق بين شكل دي وشكل دي. شوفوا اهو، تحفظي بقى شكلها حتى لو شفتي شغل بيها بتبقي عارفة ان هو ده شغل نص عمود. او خليني اشتغله معاكم اهو، ارتفاعه كذلك سلسلة. نعمل ايه في الحشو؟ ندخل على طول كده غرزتين تلاتة بس كده اهو، ادخل اخرج حلقتين. شوفوا بصوا شوفوا الحشو باين ولا لأ؟ باين كده اكتر زي السبعات كده اهو، لكن شوفوا النص عمود ده طبعا ظهر السطر اللي فات، فخلينا في الوش عشان دي حشو وش، فالفردي او يعني مثلا ده وش لغرزة الحشو، ده كده ظهر السطر اللي فات، ده وش السطر اللي قبله، فبما ان دي وش غرزة الحشو تعالى قارن بينها وبين وش غرزة النص عمود. شوفوا النص عمود عاملة ازاي، عاملة زي السبعة وعليها ايه كروس كده اللي هو ده اهو. شوفوا هي واضحة هنا اكتر اهي، لكن شوفوا غرزة الحشو اهي سبعة بس. تمام، هفك الحشو وخلينا نشوف غرزة المنزلقة بيكون شكلها عامل ازاي. غرزة المنزلقة بقى دي ساعات بتكون ايه، احنا قلنا بنوصل بها الشغل، بنتنقل بها في غرزة باترونات بعد كده في الجراني، شغل الجراني يعني هتوضح مع الشغل، لكن هي مش غرزة بتأسس شغل بعدين هنعرفها يعني. لكن هي شغلها بيكون ازاي، بصوا انا لو عايزة مثلا اعمل السطر ده منزلقة، تمام اهو، ادخل هنا ادخل على طول، مش بلف قبل ما ادخل اهو، دخلت على طول اعمل ايه، هلف واخد الخيط، بقى عندي حلقتين على الابرة، اعمل ايه انا لو كملت وسحبت تبقى حشو، لا ما بلفش تاني بخرج منها. شفتوا اهو، بقى دي غرزة المنزلقة، ناس بيسموها الغرزة النايمة. بعدين اهي غرزة منزلقة، سحبت بقى في حلقتين، بصوا بخرج تاني اهو ما بلفش، يعني دخلت خرجت في بسحبها كده مثلا بالعكس اهي، او ادخل واخرج، بصوا اعمل الشغل على ايدي عشان اسحبها كده تاني، ادخل واخرج واخرج، مش بلف بقى واطلع لا، بدخل واخرج واخرج، بدخل الف اخرج اخرج، ادخل الف اطلع من نفسها اهو. خليني اعمل اللي قبل الاخيرة اهو اهو. شفتوا بقى المنزلقة شكلها ازاي، هي الغرزة اللي نايمة دي بقفل بها، ممكن لو هوصل جزئين مستطيلين في بعض، وبالذات في شغل مثلا الشنط القطع المستطيلة، ساعات بتكون الشنطة مثلا قطعة مستطيلة زي دي كده وقطعة تانية، فبحطهم فوق بعض وبماركر وبعلامات ببقى عارفة ان ده مع ده مع ده، تمام، فبوصلهم ببعض كده، امشي في الغرزة دي وادخل في التانية واخرج بمنزلقة، حتى شوفوا ادت سماكة للشغل ازاي هنا، تحسوا ان هو تخن مش زي الناحية التانية. شوفوا دي اهي، دي عشان في هنا منزلقة، انا فكيتها خلاص اهو، تاني اهو منزلقة، ساعات تكون القطعة دي كده والقطعة التانية ادخل بقى في الغرزة التانية اللي قصادها واخرج من الاتنين اهو
تاني اهو، اخرج كده. ساعات انا اعمل ادخل اخرج كده، شايفين هي بس الاشهر يعني كده اهي. عفوا اهو كده كده كده. تمام. تاني اهو اهو اهو. تاني اللي عليها الدور، ادخل اخرج. وصلنا كده لنهاية الفيديو. اكون شرحت لكم غرزة النص عمود، وفرقت لكم بينها وبين غرزة الحشو، وشرحنا غرزة المنزلقة بنستخدمها في ايه وازاي ننفذها على القطعة اللي معانا دي كحد او يعني كاطار مثلا ليها. بغرزة المنزلقة بتكون بتنفع في اطار اي شغل، مش كله ولكن بتستخدم من ضمن استخداماتها، يعني انه بتكون اطار للشغل يكون محكم بالذات في شغل الشنط. اتمنى يكون الشرح عجبكم، اتمنى تكونوا استفدتوا. ولو وصلتوا للجزء ده في الفيديو فشكرا جدا ان انتوا بتجربوا تشتغلوا او بتتعلموا معايا. شكرا جزيلا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.